انجح في حياتي في العموم. ده مهم بقى قوي، وانا شايفه ان هو جزء من الانسان. لو انت عملت 3 حاجات، 3 اركان كده مشيت عليهم في حياتك، وعدهم معايا كده. ايوه وهاتي ورقه وقلم اكتب ايه نكتب وراك. اول حاجه ان انا يبقى عندي الشغف وعندي النيه الصادقه ان انا عايز اعمل حاجه. حلو قوي. الشغف ده هيخلي الواحد يقوم من النوم. انا عندي اصدقاء ليا الشغف بيخليه يقوم من بدري من الصبح، يلا عشان نقوم دلوقتي. لو انت طالعه، فاكره لما كنا بنروح رحلات زمان واحنا أيوة في المدرسه المدرسة او في الجامعه او الكلام دوت، كنت بتقومي من الساعه كام؟ الشغف مخليكي تقومي والسندوتشات ويا ماما عايزه. شغف، عندي شغف ان انا اروح اعمل حاجه بحبها. طيب لو جيتي رجعتي اليوم كله هتلاقي احلى وقت في اليوم هو الوقت اللي كان عندك فيه شغف، مش الرحله نفسها. الوقت نفسه اللي انا كنت بحضر فيه السندوتشات واجهز واتصل باصحابي واصحيهم ويلا ومحدش ينام. صح. يبقى اول حاجه الشغف والنيه. 2 الانضباط والالتزام. هو بصي هو كورس كده، لو انت انضبطت والتزمت. هو انت يعني مثلا لو جينا شفنا اليوم كده ايه، الشمس عمرك صحيتي من النوم لقيتيش الشمس موجوده، او القمر ما بيظهرش في ميعاده، او الليل بيجي مكان النهار، في حاجه في السيستم هتبوظ. صح ولا لا؟ انا سيستمي بيبوظ. لو هو ليه ربنا عمل يعني حتى الفجر حتى ليه ميعاد ايه، ميعاد بدري شويه، اللي هو كل الناس هتبقى اشمعنى الفجر بالذات اللي انت لو صحيت فيها هتبقى كده. هو جسمك لو قام في الوقت ده، هو ربنا خلقه في الوقت ده عشان لو قام في الوقت ده هيبقى في انضباط في الوقت ده، هيبقى في التزام في الوقت ده، ان هيخلي بقيه اليوم كله بتاعك ايه، هو كويس. بعيد بقى عن ان هو ايه هتاخد فيه ثواب وهتاخد فيه حسنات. هو اصلا بيخلي اليوم اكنك بالظبط قمت دورت العربيه الصبح وسخنتها والعربيه بقت جاهزه للانطلاق، الطياره بتاعتك جاهزه للانطلاق. يبقى رقم 1 الشغف. 2 الانضباط والالتزام. 3 حاجه التواضع. مهمه جدا. نوران انت لو وصلتي لفين، هاتي كده العلماء، هاتي دكتور مجدي يعقوب، هاتي دكتور احمد زويل الله يرحمه، هاتي جميع العلماء. كل ما بيعلى اكتر كل ما تلاقي ايه اللي بيحصل له، يتواضع اكتر. صح. دايما لما الواحد يتواضع، وانت جايه تديني معلومه انت اصغر مني اكبر مني، هقبل المعلومه لانها جايه من مين؟ من حد. خلاص انا جاي هو مطلع ورقه وقلم وكاتب المعلومه، جت من واحد كبير، جت من واحد صغير. لو انا بقى قلت ان انا ايه احسن واحد في الكون، انا ما فيش حد دكتور في العلاقات والصحة النفسية في جمهورية مصر العربية زي، هل انت متوقعة ان انا هزود عن الوقت او عن المكان اللي انا هقف فيه وفي مليون واحد هيسبقني؟ صح. كل يوم انا والله كل يوم افتح الكتاب واقعد اقرا واذاكر. حتى في حد بيسالني هو انت هتفضل تذاكر لحد امتى؟ قلت له هفضل اذاكر لحد اخر يوم في حياتي. انا بحب، لان المذاكره دي او بمعنى اصح العلم ده انا لما هستفيد منه. فانا بعمل بودكاست، شوفي قد ايه بيسمعنا، شوفي قد ايه يسمعك، شوفي العلم بتاعك هيوصل لكام فرد، شوفي النور بتاعك هيدخل لكام بيت، شوفي كام دعوه هتحصل لك، شوفي قد ايه طاقه هتوصل لك.